بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا بينا بقى النهاردة نعمل بانيه كده بطريقة مميزة وسهلة وبسيطة. أول حاجة طبعا التتبيلة معانا، عندي نص كوباية من الحليب، لبن عادي خالص، لو متوفر عندك لبن رايب بيكون أفضل. حطي معاه بيضتين، لو البيضة كبيرة ماشي حطي بيضة واحدة. ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. أول حاجة معايا نص معلقة من الملح، نص معلقة من الزنجبيل، نص معلقة فلفل أسمر، ونحط معاهم كمان 7 بهارات، من كل حاجة نص معلقة. وننزل بقى بمعلقة كده بصل وثوم بودرة، ونص معلقة بابريكا، وننزل عليهم كمان رشة صغيرة كده من الكركم، بتدي لون حلو جدا. ده السر بتاع البانيه اللي بيبقى لونه أصفر كده، اللي بيبقى في المطاعم. نص معلقة، ما تكتريش. قلبي بقى الخليط ده كله معاكي علشان تضمني ان البانيه يطلع ناجح معاكي. اهم حاجة يكون متصفي تماما، مفهوش اي سوائل. زي ما انت شايفة انا غسلاه وحطاه في مصفى علشان اتأكد ان مفهوش اي مية. قلبي بقى في الخلطة الجميلة دي، قلبيه كويس جدا، ويتركن في التلاجة مش اقل من ساعتين. لازم علشان تضمني ان اللحم يشرب من التتبيلة، لازم يتركن في التلاجة مش اقل من ساعتين. حابة تركنيه ليلة كاملة هيكون افضل كمان لو متوفر عندك الوقت. هنا بقى كده بعد ما عدى الساعتين، بجيب بقى معلقتين كبار كده من الدقيق واقلبه. انا بستخدم ايدي، مش بحب بقى في الخطوة دي اقلب بمعلقة ولا سباتيولا ولا حاجة. شوية دقيق كده وقلبي لغاية ما هتلاقي وصل معاكي بقى زي العجينة السايلة كده، يعني مش تقيل قوي، بس كون معانا عجين زي ما انت شايفة كده. مجهزة طبعا معايا في الوقت ده الفيجيتار ده اللي انا عاملاه معاكم قبل كده. انا مش بشتري الفيجيتار الجاهز، انا بعمله في البيت، اقتصادي ومضمون وحاجة نظيفة. اهم حاجة بقى اضغطي كويس بايدك على قطعة البانيه علشان تضمني ان الفيجيتار لزق كويس فيها. طبعا لو حابة تعملي الخطوة دي بالبقسماط ماشي. انا بتبل الكمية كلها مرة واحدة. نيجي بقى للقلي. الزيت بتاعك ما يكونش حرارة عالية جدا، علشان مش مجرد ما تنزلي قطعة الفراخ تلاقيها اتحرقت منك. يعني انا عايزة الزيت يكون سخن، بس في نفس الوقت مش سخن لدرجة حرارة عالية قوي انه يتحرق منك. تنزلي بقى بالبانيه، ما تقلبيش القطعة غير لما تتأكدي انها خدت لون، بتلاقيها طافت كده على وش الزيت وخدت لون تقلبيها. لكن ما تقلبيش رايح جاي وهي لسه ما خدتش لون، تلاقي قطعة البانيه تشرب معاكي زيت، تبقى طرية كده ومش مقرمشة. انا كده قلت كل المعلومات. اتمنى اكون فدتكم في الفيديو بتاع النهارده. بس كده. لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ما تنسوش تشتركوا في القناه بتاعتي، واللايك الجميل والكومنت طبعا بيفرق معايا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.